هاحكي لكم بقى عن تجربة شخصية. التجربة الشخصية دي عبارة عن إيه، أنا نفسي حصل لي إيه، حصل لي إن أنا قبل كده خدت الكورسات، خدت دبلومةٍ ما في الجامعة الأمريكية. الكلام ده كان في حوالي 2014 و15، خلّصتها تقريبًا في 16. وكنت ساعتها شغال في نفس الtrade ده، بس برضه كنت دافع عليها رقم ساعتها مبلغ كبير، كان 20,000 جنيه من 5، 6 سنين، ده كان رقم. المهم برضه بعد ما اتخرّجت جالي نفس الإحساس، أنا ما كبرتش، أنا ما اتحرّكتش. وطبعًا لمّا قعدت واشتغلت في الشركة وطوّلت في الشركة اللي أنا قاعد فيها، والناس بدأت تشوف الskills بتاعتي، لإن الحاجات دي أضافت لي skills أحسن، فحسّنت لي شغلي. بعد ما كنت أنا فرد واحد في القسم اللي أنا كنت باكوّنه، النهارده معايا ناس كتير في القسم بتاعي، والحمد لله ليّا قوة في الشركة بتاعتي، وإني بقيت بافهم الحتّة دي كويس وباطلّع منها فلوس لشركتي بطريقة كويسة. فدي الفكرة اللي أنا باقول لك عليها، اصبر واشتغل بالحاجات اللي أنت اتعلمتها لحد ما ربنا هو اللي هيدّي لك المكافأة بتاعتك.